السلام عليكم. مرحبا شباب بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ كيف صحتكم؟ بداية خلينا نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعليه أتم الصلوات والتسليم. اذكروا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اسمعوا يا شباب، ترى اللهم صل على سيدنا محمد، الحياة هاي مش دايمة، بس مطلوب منها فيها كثير شغلات. تمام. أول شغلة الصلاة، ثاني شغلة المصاري. ممكن أنت قاعد تستغرب ليش ثاني شغلة المصاري؟ ليش ما كانت مثلا انه الواحد يقرأ؟ اللي بدي يقرأ لازم يكون عارف حاله كثير 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 شاطر. تمام. مش كل الناس بتقرأ وبتنجح، مش كل الناس القراية بتناسبها. انا من الناس اللي القراية ما بتناسبنيش، هيني بصارحك بوجهك، وما بحكي لك الحكي هذا لانه القراية بتناسبنيش راح تناسبك، لا، ممكن انت تناسبك لكن انا ما ناسبتني. اللي بدي اوصل لك اياه هسه، اذا انت مقنع نفسك انه القراية هي وسيلتك الوحيدة عشان تطلع فيها مصاري، وانت عارف معرفة كبيرة جدا انه انت مستواك مش كثير بالقراية، فانت قاعد تجذب، بتكذب على نفسك. شو ناقصك؟ عم جد انت شو ناقصك؟ تصير احسن من غيرك ولا شي؟ ناقصك هدف، طموح، سعي. طيب، اطمحت، سعيت، فشلت، يعني حكي غلط؟ لا، حكي مش غلط. انا الان قاعد بسعى وعندي طموح، لحد الان ما نجحتش. هن انا فاشل؟ هن انا خسرت كل شي؟ لا، انا واقف. واذا انت بدك تقف، بدك تعرف انه لازم تفشل عشان تقف. ما في نجاح بدون فشل. ممكن يكون في نجاح بدون فشل، بس هذا بيعتمد على عدة من الاشياء، ونادرين جدا اللي بينجحوا بدون ما يفشلوا. هل انت من هذول النادرين؟ اذا انت من هذول النادرين فانا اسف، المقطع هذا مش إلك، اطلع منه لا تكمله. لكن لو انت مش منهم فانا حاب اقول لك بهذا المقطع، ترى انت مش فاشل، بس انت خسرت معركة من حرب كبيرة جدا. والحرب عدة من المعارك قبل الانتصار. خسرت معركة، ظل قدامك كم معركة؟ هذا الاشي انت بتحدده. ظل قدامك 6 7 3 2 1، هذا انت اللي بتعرفه مش انا. فانا بدي اعطيك نصيحة، اذا انت الان خسرت معركة من حربك، كافح لتكسب بقية المعارك. لانك لو كسبتن، صدقني حياتك بتختلف، من ناحية مصاري، من ناحية سكن، من ناحية طريقة مواصلات. شباب، الحياة إذا أنت بتسعاش فيها مش شي راح تسعى عشانك. ترى الله قال اسعوا في الأرض، ما قال اقعدوا واستنوا السعي يجيكوا. اسعوا، خلي عندك هدف، خلي عندك طموح. أنا آسف إني كل ما بنزل لكم مقطع يعني ما تستفيدوش منه المعلومات الكثيرة المفيدة، بس أنا بدي أسألك سؤال. غير شو بنزل لك؟ بنزل لك ببجي، بوريك لعبه، بوريك لقطاته، بوريك فايتاته. طيب، شال شال مليون روسيز واترو وبن سوريا وابصر مين. طب هن انت اللي شلتهم؟ لا. هن انت اللي فرحت لما شلتهم؟ لا. انت ليش بتتابع شخص بس بوريك لعبة؟ تتابع شخص بوريك لعبة بيعلمك كيف تستفيد من هاي اللعبة. ممكن انت تستغرب، كيف استفيد من هاي اللعبة؟ هل في طريقة اصلا استفيد من هاي اللعبة؟ في انك انت تصير تلعب سكريمات ب100 و200 و300 الف دولار عادي. في هذا التقييم الجديد ضافته ببجي التيمت رويال، اصلا من افضل 500 لاعب العب بطولات الرسمية واكسب مصاري. تمام. خلاف هذا كله، ممكن انك تصنع محتوى عن طريق هاي اللعبة. محتوى ترشد فيه الناس زي ما انا قاعد بعمل. انا بعترف ما كنت بنشر المحتوى هذا بالبداية، بس انا هيني بنشر قدامك المحتوى هذا، هيني قاعد بحكي معك فيديو للعب ببجي، لاني قاعد اوصل لك اياه واللي بقول لك اياه. ما في حدا احسن منك، انت اللي بتخلي الناس احسن منك. لما هم يسعوا انت ما تسعاش، اجباري تصيروا احسن منك. لكن اسعى، وصدقني مقابل سعيك هذا راح تصل لشغلات بحياتك ما حلمت تصل لها. هن الشخص اللي بينصحك الان واصل لهاي الاشياء؟ انا عن ذات نفسي ممكن اكون واصل وممكن ما اكونش واصل، لكن اللي بيعرف هو الله. فاني دائما بحب اقول لك، توكل على الله اولا، كن قريبا من الله، صلي صلاتك كاملة، اقعد لو باليوم الواحد تستغفر 100 استغفار، صدقني هذا الاشي بيفتح لك ابواب كثير.
أنا آسف لأني طولت عليكم بالكلام، بس أصلا هذا الفيديو راح تتعودوا عليه لقدام، لأنه صرت ناشر فيه تقريبا هذا الفيديو الثالث كلام مع لعب عشان تستمتعوا. بس اللي حاب أوصل لك إياه كمشاهد وكمتابع وكإنسان جميل وثق فيه ووثق بمحتواي، شكرا إلك بداية على 434 مشترك، بتشكركم من كل قلبي. ثاني اشي، انا الكلان اللي راح اعمله راح يكون هدفي منه ان افيد الناس، يعني راح يكون كلان عشان افيدك انت كمتابع اشتركت عندي وثقت فيه. بس ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة وتابعوا الفيديو للاخير، وبيس. ونقرب ونمشي. طلع قدر رجل عربوك بتكلم ثواني تدري. ايوه تعال تعال.